في صيف سنة 1971 في قبو هادي في جامعة ستانفورد اتولدت واحدة من أكتر التجارب النفسية جدلا في التاريخ. التجربة بدأت بمحاكاة بسيطة وانتهت بسؤال مرعب: هل كل إنسان فينا جواه شر مستني الفرصة أو الظروف المناسبة عشان يمارس الشر؟ القصة بتبدأ مع عالم وأستاذ في جامعة ستانفورد اسمه فيليب زيمبرادو. كان بيحاول يدور على إجابة لسؤال قديم: ليه ممكن الناس العاديين يتحولوا لوحوش؟ ليه ممكن حد عارفين كلنا إن هو ما كانش كده بقى إنسان يتمثل فيه الشر دلوقتي؟ فقال نعمل تجربة نحاكي بيها شكل السجن ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. جاب 24 طالب من الجامعه كلهم سالمين نفسيا وقسمهم لمجموعتين بشكل عشوائي، كل مجموعه 12 طالب. وعشان التجربه والمحاكاه تكون واقعيه اكتر هنعمل ارقام وزي موحد وزنازين. بس كان الاهم والاخطر من ده ان التجربه ما كانش ليها قواعد. اول يوم في التجربه الناس كلها بتضحك وبتهزر صحاب مع بعض، لكن المشكله بتبدا من تاني يوم في التجربه لما واحد من الفريق الاول اللي هم السجانين طلب من واحد من الفريق التاني اللي هم المساجين يعمل تمارين عنيفه، انزل لي 100 ضغط هنا. وواحد تاني طلب من واحد ان هو ما ينامش، وبدا يخترعوا عقوبات غريبه: وقف عريان، امسح لي ارضيه القبو بايديك، اركب الموتوسيكل اللي على الحيطه. المفاجاه ان الناس اندمجوا لدرجه زيمبرادو نفسه ما كانش يتخيلها. الفريق الاول اللي هم السجانين اقتنعوا ان هم سجانين، والفريق الثاني وده الاعجب اقتنعوا ان هم مساجين وبقوا بينفذوا اوامرهم. زيمبرادو نفسه بيقول بعد كده ان هو شخصيا لاحظ ان هو بقى يتعامل كمدير سجن مش كاستاذ ودكتور مسؤول عن تجربه. خد بالك ده كله بيحصل في قبو وفي جامعه بين زمايل وبين بعضيهم، مش في سجن حقيقي. التجربه كانت المفروض تقعد اسبوعين تقريبا، لكن انتهت في خلال 6 ايام لما طلاب كتير انهاروا وبداوا في العياط، وفي منهم طلب ان هو ينسحب من التجربه. ولحد اما واحده من فريق البحث نفسه نبهت زيمبرادو: اللي بيحصل ده مبقاش تجربه، ده بقى تعذيب. زيمبرادو بعد التجربه لاحظ منها ان مش شرط تكون شرير عشان تمارس الشر، ممكن تبقى انسان عادي بس يجي لك قوه وسلطه ومن غير رقيب فتتحول للشخص اللي شفناه في التجربه اللي فاتت. وده يتسمى بعد كده بتاثير زيمبرادو او قوه الموقف. ناس كتير هاجمت زيمبرادو وقالوا ان التجربه ما كانتش اخلاقيه، وان ما كانش فيه رقابه كافيه، وان احنا ما ينفعش نعمم النتائج بتاعتها على كل حاجه. لكن لحد النهارده تجربه سجن ستانفورد لسه بتدرس وبتحاول تجاوب لنا على سؤال مرعب: هل الانسان شرير بطبعه؟ والسؤال هو لو كنت في التجربه دي هل كنت هتتحول لسجان قاسي ولا سجين مكسور، ولا كان ممكن تنسحب من التجربه؟